بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. للي مش عارفني، معاكم إيمان علي من كوكينج إيمان علي. يلا كده مع بعض نبدأ وصفتنا. وصفة اقتصادية وسهلة وبسيطة، بكوباية دقيق وشوية مية هنعمل حاجة حلوة تفرح الولاد، وكمان ممكن تخلي ولادك يشاركوكي معاها. هي حاجة سهلة وبسيطة، وبالكوباية الدقيق دي هتعمل لهم حاجة حلوة هتعجبهم جدا. يلا كده نسمي الله ونبدأ وصفتنا، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. بسم الله كده نجيبوا البلاستيكة بتاعتنا او البولة او ايا كان اللي هتستخدمي فيها، وتحطي فيها كده بسم الله كوباية الدقيق. بسم الله. ادي كده هفضي كوبايه الدقيق. انت عايزه تنخلي كوبايه الدقيق انخليها، عايزه تحطيها على طول مفيش مشكله لو انت واثقه ان الدقيق كويس 100%. كده تمام. ادي كده ايه كوبايه الدقيق. انا عملت كوبايه واحده بس. انت من حلاوه الحاجه الحلوه دي ممكن تعملي اكتر من كده. شايفين؟ ادي كوبايه الدقيق. هنبدا بقى ايه، ميه للعجن ورشه ملح خفيفه زي ما انا رشيتها. يلا كده ميه للعجن. بسم الله. هنبدأ نعجنها ونلم العجينة مع بعض. مش هنعمل حاجة أكتر من كده. هي العجينة عبارة عن دقيق وملح وشوية مية، وهنعمل حاجة حلوة من غير خميرة، من غير بيكنج باودر، من غير أي حاجة. انت بقى هتزودي إضافات، دي بتبقى حاجة من عندك انت يعني هتشوفي الحاجة دي، وممكن انت يعني تغيري فيها وتبدعي فيها كمان. هبدأ ألم العجينة. بص كوبايه دي طبعا العجينه الصغيره فبتبقى كوبايه دي بس، هتعمل معاكي كميه حلوه. بسم الله. هلم كده العجينه. والعجينه برضو اهم حاجه ان احنا نعجن حتى لو كده نعجنها حلو. احنا دايما العجين يعني تعملي اي مخبوزات او اي حاجه حلوه بالعجين لازم تعجنيها حلو جدا. بتحب العجن. انا هنا هقعد الم فيها كده وبحاول ان انا اعجنها والم فيها، وهزودها رشه ميه وهكمل العجينه المها وارجع. بصوا دي هنا لما لميت العجينه طبعا حطيت لها شويه ميه كمان، وبدات الم العجينه. بصوا العجينه اهي ما شاء الله. هي حاجة بسيطة كده مفيش حاجة. بصوا هنبدأ نلمها ونسيب العجينة ترتاح 5 دقايق. يعني هي مش مفيهاش خميرة فمش هتخمر معانا. هسيبها ترتاح 5 دقايق. اغطيها ببلاستيك كده او استريتش ونسيبها ترتاح 5 دقايق. هنا بعد ما ارتاحت هبدأ بقى اعملها كور بالحجم اللي انا عايزة اعمله فيها. هنا بسم الله. هبدأ بقى ايه اقطعها واعمل كور. انا هنا عملت كوباية الدقيق دي اللي قسمتها لحوالي 5 كور. هعملها برضو وارجع لكم تاني. بصوا شايفين؟ هعملها كده كور بسرعة. مش هتاخد وقت. يعني انا حاولت اقسمها انها تبقى 5 كور. انت عايز تعمليها اصغر من كده، هي في الحجم عايزة تكبريها تعمليها كورتين 3 زي ما تحبي. تمام. ادي كده ايه بسم الله. ما تنسوش بقى اللايك، اهم حاجه كده اللايك للفيديو وارفعوهولي. كده خلصنا بقى ايه. بصوا اهي تمام. عملتها بالطريقه دي. هبدا بقى اغطيها كده واركنها على جنب برضو ترتاح وارجع. بصوا هنا بقى بعد ما ارتاحت هبدا بقى افرد العجينه. انت ممكن تفرديها بزيت، ممكن تفرديها بدقيق عادي. يا دوب هتدهني الرخامه يا بالزيت يا بالدقيق زي ما انا عملتها. فمش هتفرق كتير زيت او دقيق المتاح معاكي. انا هنا فردتها بالدقيق. بسم الله. حاولي وانتي بتفرديها تفرديها تخليها رقيقة جدا، يعني رقيقة مش رقيقة جدا، يعني رقيقة حلو مش تخينة خالص، علشان تديكي الطعم الحلو اللي انا هعمله معاكي. شايفين؟ ما شاء الله. بصوا بدأت تفرد معايا العجينة. طول ما هي مرتاحة معاكي هتفرد حلو جدا. بصوا هفردها. بصوا هنا اتفردت ما شاء الله. يعني عملت ايه؟ بصوا السمك هو ده السمك اللي انا عايزاه. حاجه كده ما شاء الله. بصوا يعني بحاول ان انا اوريكم السمك بكذا اتجاه. هنا تمام. ادي كده ايه العجينه. هبدا بقى ايه خلاص كده. بصوا السمك بصوا انا مش مخليها كده، بدات ايه عشان فردتها تاني. بصوا ما شاء الله كده العجينه خلاص. هبدا بقى احط فيها معلقه سكر. هي بقى هنا ايه، هنا انت عايزه بقى تحطي حاجه تانية مع السكر دي بترجع لك. ممكن تحطي رشه جوز الهند مع السكر وتبداي توزعيها كده السكر وتبداي تطبقيها. زمان كانوا بيعملوها لنا وبيسموها المطبق.
يعني يسموها كده المطبق. بصي بتبدأي تقفليها حلو جدا، ولو ما اتقفلتش معاكي ادهني ايدك مية وابدأي قفليها حلو جدا عشان السكر ما يطلعش معاكي في الزيت. وحط لها كمان جوز الهند، هتبقى طعم يعني مع السكر طعمها حاجة تانية خالص ما شاء الله. يعني انتي بقى ممكن تبدعي في الحشوات. انا هنا حطيت سكر بس، يعني عايزة اوريكم ان هي قد ايه بسيطة وسهلة تقدري تعملي. هعمل برضو نفس الكمية بنفس الطريقة. العجينة هفردها. بسم الله، ما تنسوش اللايك. ادينا فردنا العجينة. برضو هحط معلقة سكر. ما خدتش وقت خالص والولاد فرحوا بيها جدا جدا. يعني ما تقلقيش، ما تفكرهاش صعبة، لا خالص سهلة جدا. ما مش هتاخد معاكي اي مجهود ولا اي وقت ولا اي حاجة. وبكوباية دقيق عملت كمية حلوة، وفرحوا بيها جدا الولاد. تخيلي بقى انت لو عندك حشوات تانية تقدري تحشيها بيها. ممكن تحطي على السكر قرفة، يعني ممكن تحطي على السكر قرفة، ممكن تحطي جوز الهند، بتدي طعم جميل جدا. كده خلصنا الكمية بتاعتنا ما شاء الله اهي. بصوا انا حطيت طاسة على النار زي ما انتم شايفين، مش هحط زيت ياما، شايفين حطيت ده، مش هتشرب زيت نهائي. طيب ما تقلقوش، بصوا شايفين حبة الزيت هيفضلوا هما حبة الزيت الموجودين لآخر بسم الله. بصوا هننزل بقى كده، الزيت سخن، هنبدأ ننزل بيها كده والنار تكون متوسطة. تمام، مش هتشرب زيت نهائي، ما تقلقيش منها. تبدأي تسمي الله كده وتقلبيها، هتلاقي بدأت تتنفخ معاكي بقى كده. وبصي يعني والسكر جوه بيدوب فيها وحاجة ما شاء الله. ابدأ برضو اول ما تستوي. انا سايبه الفيديو بالراحة معاكم وما قطعتش حاجة من الفيديو عشان تشوفوا واحدة واحدة قد ايه الحاجة سهلة وبسيطة. تعملها لهم كده في السهرة، تعملها لهم في اي وقت. بصوا ما شاء الله بدأت تتنفخ. بصوا ما شاء الله، بنفس الطريقة كده هتعملي الكمية كلها، ما بتشربش زيت. ما تقلقوش خالص. يعني انت بقولك هتعملي كمان حشوات مختلفة، هي زي الفطاير بالسكر. يعني تقولي فطيرة بالسكر المطبق، يعني احنا دلوقتي بنقول عليها فطيرة بالسكر. زمان خالص واحنا صغيرين كانوا بيعملوها لنا ويسموها مطبق، وكانوا بيعملوها اوقات في الفرن كمان. فتخيلوا بقى ما شاء الله دي كده. بصوا ما شربتش اي زيت خالص. هنحط بقى برضو التاني ونكمل اوريكم قد ايه ان هي، بصوا نفس كمية الزيت بنفس الحاجة. بسم الله اهي. هنقلبها وهنعملها واحدة واحدة. بسم الله. اهم حاجة تسيبيها تاخد سواها علشان تتنفخ معاكي وتاخد اللون الحلو كده وتبقى طرية كده ومقرمشة في نفس الوقت. يعني الاتنين مع بعض هتديكي الطراوة والقرمشة. هتحسي بقرمشة وانتي بتقطعيها طرية، يعني حاجة كده ما شاء الله. تحسي ايه يعني. جربيها، جربيها هتعجبك، وخلي ولادك يشاركوكي فيها. وزي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ودي كانت الفطاير عملتها بالطريقة دي. يعني انت ممكن تعملي حاجات كتير بالكوباية الدقيق، وهقول لكم على وصفات كتير برضو بكوباية دقيق. ازاي نقدروا نعمله بكوباية دقيق حاجة حلوة للولاد. مش شرط الحاجات الاقتصادية بتبقى سهلة وجميلة، نجربوها للولاد. والولاد بيحبوا التغيير في الحاجات الحلوة. هنا انا خلصت تقريبا الكمية اللي عندي. ف يعني هخلص دي وهكمل كده، وربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال وأبدلنا خيرا منها اللهم آمين. زي ما شايفين بصوا الجمال. بصوا منفوخة ازاي، يعني ما شاء الله. يعني بصوا كانت سخنة وانا بمسكها. العسل جه على ايدي او السكر يعني. بصوا ما شاء الله. بصوا رقيقة كده وطرية في مقرمشة مع بعض. يعني ما شاء الله، يعني حاجة كده. وما شربتش زيت خالص. يعني انتوا لو كنتوا ركزتوا في الطاسة بتاعت الزيت هتلاقوا فضل الزيت معايا لآخر حاجة. وما شاء الله، وكمان عجبت الولاد جدا. تخيلوا بقى لو انت ضفتي طعم كمان ليها، حطيتي على السكر فانيليا، حطيتي آه قرفة، حطيتي جوز الهند، بتدي طعم مختلف كمان اكتر وهتعجب الولاد. يا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.